بيان إلى الرأي العام مع تواصل الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت منذ شهور عقب مقتل الشابة مهسا أميني على أيدي الشرطة الإيرانية. يواصل النظام الحاكم استهداف المرأة في كل مكان دون الأخذ بعين الاعتبار للمسائل الأخلاقية والإنسانية، حيث تعرضت المئات من الفتيات الإيرانيات لحالات تسمم جماعي بغاز مجهول، وذلك في أكثر من 30 مدرسة وسط تجاهل متعمد للسلطات الإيرانية التي قدمت ادعاءات حول وجود جماعات متطرفة ومتشددة تسببت بهذه الجريمة، إلا أن المعطيات على الأرض الواقع تكشف حجم الأكاذيب التي ترويها، فهي لم تقوم بأي تحقيقات جدية ولم يتم تقديم أي متورطين للمحاكمة، إن ما تدعيه حكومة طهران يتنافى مع أفعاله، ويؤكد بأنه المتسبب الأول لهذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها ردا على مشاركة طالبات المدارس في الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة. إن هذه المحاكمة الوحشية نكبت شرارة الثورة التي اندلعت ضد ديكتاتورية الملالي وسياسته الإجرامية، تنبأ بمستقبل مخيف ينتظر النساء ما لم يتحرك المجتمع الدولي ويوقف الانتهاكات الحاصلة بحق المرأة والشعب الإيراني عموما، إذ لم تتوانى حكومة طهران بأجهزتها الأمنية عن استهداف الفتيات حتى في المدارس التي من المفروض أن تكون ملاذا آمنا ومكانا مقدسا للتعليم، لكنها تعرضت للتدنيس على أيدي من يريدون كسر إرادة المرأة وتقييدها وحرمانها من أبسط حقوقها. فهذه الجريمة أكدت للعالم أن معاداة النساء أصبحت ركنا أساسيا من أركان النظام السياسي في إيران الذي يقف ضد المرأة والحياة والحرية، وعلى العالم أن يتحرك ضد هذه الانتهاكات ويقف مع الشعب الإيراني الذي يواجه كل يوم انتهاكات وحشية. باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا بالطبقة وريفها، وباسم جميع النساء اللواتي ينادن بالحرية والعدالة، ندين ونستنكر بشدة هذا التمادي الوحشي بحق النساء الإيرانيات والشعب الإيراني، ونطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية في التحرك العاجل وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات وجرائم الحكومة الإيرانية ومحاسبة المسؤولين. إن تجاهل هذه المعاناة المتكررة للنساء الإيرانيات هو وصمة عار على الإنسانية جمعاء. إننا نحض جميع الأحرار والمدافعين عن حقوق الإنسان على التضامن مع النساء الإيرانيات وإيصال أصواتهن بكل السبل الممكنة حتى يحصلن على حقوقهم في الحرية والعدالة والمساواة. لا لقتل النساء، لا لقتل النساء. جن ديانا آزادي.